النجمة المتألقة نانسي عجرم، أهلا وسهلا فيك عبر أغاني. شو الهدف المشاركة بهذا الفاونديشن؟ أنا بيشرفني كثير الليلة إنه أكون حاضرة بمناسبة بتكرم الإعلام والإعلاميين والصحافة وحرية الصحافة والكلمة الحرة. وميش ضياء بفتخر إنها رمز للحريات الإعلامية. نانسي قد إيه بتحرص على عدم إبراز انتماء أو آراء سياسية؟ مش بتحرص، أنا طبعي يعني ما بحرص، ما باخد احتياطاتي. أنا لبنانية عربية، وأنا مع إنه كل الناس يكونوا شخص واحد، وخاصة بالسياسة. أنا مع إنه نكون كلنا إيد وحدة. أنت كنت مع التحرك الشعبي المدني اللي صار من كم يوم؟ أنا مع الشعب، أنا مع طلبات الشعب مو تطلبات الشعب. بالنهاية أنا منهم وعايشة بهالبلد، وما فينا إلا ما إذا شفنا شيء نحن مش مريحنا ما فينا نسكت عنه. في حاجات تتحس وما تتقلش، وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش، ولو أنت عملتها بعد ما أنا أطلبها يبقى ما ينفعش. تردد بالآونة الأخيرة شبه بين أغنيتين مقسومة نصين وفي حاجات، هل نانسي شافت هذا وجه الشبه بيناتهم؟ لا أبداً، لأنه إذا بتجيب نوت مقسومة نصين ونوت في حاجات ما بيشبهوا بعضهم، ما لهم علاقة ببعضهم أبداً. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشر وخيل، أنا الحالتين مقسومة نصين. أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي، وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. بس هلا أنا عم حضر سينجل بالوقت، لأنه عم بشتغل على ألبوم جديد، فعم حضر سينجل ممكن تنزل قريبا إذا الله راد.